هلا، شلونكم؟ يا رب الجميع بخير. شلون صحتكم؟ ان شاء الله زينين. طبعا هاي اخر نمنمات كانت في الشقة، وجبنا نمنمات يعني كبس على اندومي على لبن على نساتل. فشوية قاعدة سوينا وهاي تونسنا. طبعا انا كنت يعني افرغ الجدورة وهاي فعجبني اكل تمن ومانية. كلش كانت طيبة. ورجعت أكمل النمنمات الكبس وسويت اندومي. طبعا الكبس بالأعشاب ويا اللبن كلش طيب، جربوه. كرزات على يعني نساتل على سفن وهاي السوالف. يعني نقضي شوية أوقات حلوة، لأنه كان بوقتها أنا يعني مبلش ابني بالامتحانات وهاي. فقلت شوية نغير من جو الامتحانات والتعزيل يعني التصفية مال الغراض وهاي. شوفوا هنا الهوسة، هنا تقريبا يعني تقريبا نص البيت أو أكثر لملمنا. هنا نمنا، هاي آخر نومة كانت بالشقة. هنا ننقل الغراض. هذا اليوم طبعا كملنا كل الشيلة، وبالليل كلش يعني مو كلش بالليل، يعني بحدود 11 وتعشينا. هذا والعشاء كان عندنا بالبيت، وخذت فرة. طبعا هاي بالليل ما قدرت انام، ما اعرف ايش صار بي. يا ربي ارق ما اعرف انام، ما اعرف. ظليت افتار بالبيت اقول هاي الهوسة تروح وتخلص، واقول ايش قد يراد لي وقت يلا اصفي هاي الهوسات وشلون راح اكملها وشلون النقوصات. بعد تدرون الشيلة يعني اقل شي تاخذ من عندكم قولوا اسبوعين، يعني لحد ما ترجع كل الامور يعني لمكانها. شوف الهوسة ظليت اقلب واقول يا ربي هاي شلون، ما ادري ايش بيه بيوم. هاي اريد انام يا ربي، تعبانة شيلة، اريد انام ما اقدر. فهاي الزرعة نقلتها قبل 4 ايام يعني من الشيلة. فما ادري لقيت يعني الاوراق هيك مصفرة وما اعرف شنو السبب. وقطعت المصفار كله وزقيتها، هم لقيتها عطشانة ورحت أركض على باقي الزرع، خفت عليهن. وهذا طبعا أول ريوق كان إنه، وكملنا الريوق ورا انتقلنا للشقة. كان عندنا شغلات بسيطة قلنا نكملها ونرجع. وهاي بعد ما صفينا هاي الشغلات البسيطة قلت خلي أودع الشقة. يعني أيام حلوة عشت بيها، كانت مرحلة انتقالية. يعني بلشت من تحت الصفر بهذا المكان. أول ما طبيت هاني كنت يعني غير بشر. يعني شلون أقول لكم، مثلا إنسان يعني مبلش كأنه استوى من جدة وجديد. فكانت مرحلة انتقالية وحبيتها وعشت بيها أيام يعني حلوة، وأيام كنت تعبانة وأيام كنت ضايجة وأيام كنت فرحانة وأيام يعني هواية شغلات صارت. بس مهما تكون إنه هي كانت مرحلة انتقالية يعني. فالحمد لله. يعني أنا كلش أحبها وما زلت أحبها. بس يعني الظرف حكم إنه بعد خلاص هنا وانتهى دوري بهذا المكان اللي عشت فيه أيام حلوة. فهنا دا أودعها آخر نظرة إلها، دا أسد الباب وأقول إلها باي باي. يا رب إن شاء الله اللي يسكن بيها تكون يا ربي قدمها خير على المستأجر يا ربي. وإن شاء الله يطلع من هاي الشقة يطلع على بيت ملك، مو يطلع على إيجار. وهاي ثاني يوم هم يعني دا أسد الثقوب. طبعا أكو فتحة تطل على المنور وفتحة كبيرة، فسويناها بالفوم. يعني سدينا الفراغات بالفوم، خلينا فلين وفوقها فوم، يعني حتى نسد يعني الفراغ الكبير. من يصير عندكم فراغ كبير بأي مكان تريد سدوه أول شي بالفلين وفوقها فوم، حتى ما تخسرون فوم هواية وما تصرفون هواية.
فهاي نصيحة عالطاير. طبعا هنا السنك كان ما متشكل، فهنا كان الجلف على المغسلة طبعا بدون ما اخلي الماعين يعني تلمس المغسلة، لان اكيد ما راح استنظف. طبعا ما اقول لكم على الهوسة يعني احس البيت كله هيك ودي اجيب صودا وجلافة واجلفه كله يعني، بس شوية شوية العافية درجات. هنا طبعا جلفت بماعين، هنا طبيت على الهول، قلت انه لازم اسويه مرتب يعني حتى يكون عندنا مكان نظيف ومرتب على الاقل. هذا الترتيب اللي سويته اليوم هو ترتيب يعني بسيط، يعني مو ترتيب هذا النهائي، لا يعني كي نقعد على مكان نظيف شوية مرتب، مو هيجي مهوس ومثل المطبخ مثل الغرف يعني ما تتباوع. فهنا نظفت من الفوم اللي كان موجود، وهنا لملمت تكرمون الخواطم مال الفوم والوسخ وهاي السوالف، فلملمت كل الغراض وفرغت كل الهول من الغراض، وقلت هاي الشاشة هم اخليها على ميز مؤقت، خليتها على هاي الطبلة، خليت هنا الميز مال الطعام، قلنا حتى نقعد على مكان نظيف. أنا بلشت بالماسحة ألم الوسخ تكرمون، لأن كان يعني الهول كله أوساخ وكله هم قطع فوم هواي يعني هواي راد للتنظيف. فقلت أول شي أكنسه بالماسحة وبعدين أغسل. طبعا البيت قلت لكم لأنه كان بيه شوية ترميمات وهاي، فايش قد ما أغسله ايش قد ما يطلع من عنده رمل، ايش قد أغسل بيه وايش قد أرتب بيه وأنظف بيه وهم يرجع. يعني تقريبا قلت لكم يراد أسبوعين هيجي يلا البيت يعني يترتب ويقعد كل شي مكانه وكل شي يكون نظيف. فهسه الحمد لله وصلنا لمرحلة النص، لأنه سوينا الأساسيات وصفينا المطبخ وصفيت الغرفة مال التحفيات، فشوية شوية إن شاء الله يعني بعد الفيديو القادم هم إن شاء الله أصور لكم شغلات أدق وأحلى. طبعا ننظف وهيجي واسي يعني شغال إنه إيش وقت أرتب وإيش وقت أسوي ترتيبات، يعني بالي يم الترتيبات ويم الديكورات يعني كلش عاجبني كلش يعني أكثر من التنظيف، بس مجبورة إنه أنظف ومجبورة إنه أصفي، يلا عاد أقوم بهاي الشغلات اللي عاجبتني. فأقول هنا أنا مثلا راح يكون أسوي ديكور مال زرع، هنا راح أسوي ترتيبات مال تحفيات، فظل أفكر الحمام هيجي راح أسوي له هيجي راح أحط له، فجمعت الشغلات اللي يعني التحفيات مال البيت وصافنا عليها إنه شلون راح أرتب وشلون راح أسوي. طبعا أنا مسحت الميز لأنه يعني أكيد يعني بعد النقل والهاي يعني واحد يحتاج إنه يعيد تنظيف كل شي. فأخذت لي هيجي يعني مسحة سريعة للميز والكراسي، وهنا قلت يلا خل أبلش أغسل بالهول وأنظفها تنظيف يعني زين، لأن أنا سبق ونظفت الشبابيك والهاي رغم إنه بعد يحتاج له لأنه كان عليها اسمنت، بس هسه أهم شي قلت أغسل الهول حتى يصير نظيف وحلو، على الأقل إنه عندنا في المكان أي كان الهول أو هاي إنه يكون نظيف، يعني مو هيجي مكركب وصناديق وهاي. فالحمد لله يعني خليت التلفزيون وسوينا الانترنت وسوينا الكهرباء بهذا اليوم وبس. والبنكات يعني أنا ما كملناها، ظلينا نستعمل البنكة يعني الجدارية بين ما خلصنا هاي الأمور. وثالث يوم تقريبا بلشنا بالكهربائيات وهاي، فهسه الحمد لله يعني أغلب الشغلات كملن. طبعا بقى بردات، فالبردات ما أعرف شلون يعني راح نسويها. المشكلة الهول طبعا الشباك مالته مو عدل، يعني مو عدل وإنما هيك صاير مربع،
فمحتارة بالبردات شلون راح تكون. طبعا يمكن ما صور الشكل هسه اشوفكم من شوية يمشي الفيديو. هنا أنا بعد خليت معطر أرضيات وما تتخيلون الريحة ايش قد صارت طيبة، بس بعد يراد بعدكم هنا قررنا نشد الغرفة. طبعا كلش تعبتنا الغرفة، يعني مش أقول لكم كسرت ظهرنا لأنه قطع ثخينة وقوية. هنا تغدينا يعني ما لحقنا طباخ لأنه حتى يعني السنك ما بيه ماي، يعني كان بعدنا ما مناصبي وهاي بعد ما نصبنا شرباية والكنتور وهاي. طبعا الهدوم لحد الآن ما معزلتها، يعني نصبنا بس التهيت بشغلات ثانية. يعني أنا ظليت ملتهية ما أعرف يعني منين أبلش من أي مكان. هنا طبعا شدينا السنك وشدينا الغسالة صارت صف السنك على مود بوري واحد يعني تكرمون مجرى وحدة. وبما انه صار ماي على السينك بلشنا نشتغل. فتحت هذا القلاب قلت حتى شوية يصير لي واهس، تدرون بي أحب الإضاءة الصفراء. وهنا أنا شلعت التيب لأنه يطيبون الغراض حتى بالنقل لما تضوجهم. وتكرمون هنا كان واقع الماي مال مجرى، يعني مال مجرى السينك، يعني هذا الخرطوم كان واقع وتكرمون وموقع يعني شكو وصاخة بالسن كلها واقعة. فظليت أنظف أكثر من مرة، طبعا تقريبا 6 مرات أكثر. أنا ردت أغسله بصراحة، بس الغسل يعني ما أحبه، أحسه يخرب هاي الأشياء. يعني اكتفيت إنه أعيد أكثر من مرة بالقاصر والتايت أنظف وأمسح. هاي السطلة خليتها خاصة يعني لهاي الشغلات. فنزلت الطاسة بالقاع وبلشت أعيد على المسح أكثر من مرة، تقريبا قلت لكم تقريبا 6 مرات 7 مرات، لحد ما يعني تأكدت إنه الكاونتر صار يلمع لمع. وهنا أنا هم نظفت البيبان مال السنك حتى يعني ينظف زين، حتى يعني كل شي بالسنك نظفته ما خليت شي. شوفوا شكله شلون صار حلو وشقد نظيف، مجرات نظفتين. واهم شي رجعنا غراض، لانه ما تتخيلون شقد كنت ضايجة واحس روحي ما اعرف اشتغل لانه غراض مو مكانها. واكثر شي ضوجني لانه السنك ما مشكل، يعني ضايجة تايهة ما اعرف اغسل على المغسل، يعني الزم الحاجة واجلفها حتى لا توقع على المغسلة او هيك يعني تتوسخ وكذا. فظليت يعني تعبانة من هاي الخطوة لحد ما كملت، والحمد لله يعني ما طولنا وشدينا السنك يعني ورا 3 أيام. وهاي مسحنا هنا مسحت البوفية. وهنا أنا أريد أخلي الرف، ونظفت الحائط مسحته زين. وهاي هم صفيتها مال بقوليات يعني الشغلات مال طبخ. طبعا هسه أني بس أريد أرجع كل شي مكانه. هذه صحولة ترتيب أولي يعني حتى أعرف الأماكن ما صايرة وكذا. وإن شاء الله قلت ورا يعني ورا ما أثبت كل شي وأرتب هم أرجع أعيد الترتيب من جد وجديد. فهذا كان ترتيبي للبوفية. شوفوا شلون يعني صارت الحمد لله مرتبة. أنا خليت الرف، شوفوا الرف شلون حلو مكانه. يعني كملت المطبخ بحدود يعني 70%. وهنا أنا طلعت على المنوار طبعا قلت لكم لأنه كان أكو يعني ترتيبات بالبيت وهاي سوالف يعني ترميمات، فكلش هواية رمل، هواية شقد أنظف البيت وأرجع مرة الأخ أنظفه. ويعني شلون عبالك الرمل متروس البيت متروس ترس، شقد أكنس وشقد أرتب وشقد أمسح وهاي ويرجع يتوسخ. يعني تقريبا من جيت لي يمكن 5 مرات غسلت البيت وبعدين. ويعني الحمد لله والشكر يعني شوية شوية البيت
يعني يصير على مزاجي وعلى هواية يعني، بس يعني راد لها صبر وقلت لكم ارجع واقول لكم كلش متشوقة للترتيبات، كلش عاجبني اسوي ترتيبات. فاول حاجة سويتها طبعا لميت الانقاذ والوسخ تكرمون، ويعني كنست المنور زين وبعدين غسلته، وهم لزمت فرشة وفركت الحياطين لأنه كلش يعني تراب بيها ورمل وهاي السوالف بعد ما الترميمات وهاي وتراب، وبعد يعني صار لي شوي متروك فترة إضافة لهاي الترميمات. فالمهم طبعا هواية أحب أشكر الناس اللي سألت علي وآسفة يعني أكو ناس رديت عليها وأكو ناس والله ما لحقت أرد عليها، فكلش أعتذر ما عندكم ما تتخيلون ايش قد مثبورة، بس رغم الانشغالات صورت فيديو بسرعة وقلت يعني حتى ما أتأخر عليكم. صدقوني هذا الأسبوع كان حيل متعب، بحيث يعني نسيت حتى نفسي أهتم بيها من وراء الانشغالات، حتى جهالي نسيت أهتم بيهم. بس هذا كله بسبب يعني تدرون الشي اللي تاخذ وقت وتعب وجهد، بحيث بعدني ما خالة راسي عن مخدة أنام، ايش قد ما تعبانة وايش قد ما هلكانة يعني. يعني فجأة كل شي صار بسرعة وألملم، وبعدين جينا هنا يعني هي بس هناك اللي تلملم هلكتني هلاك، وجينا هنا يعني التصفية من جدة وجديد وهاي، فكلش تعب. فما صدقت يعني هسه شوية وصلت النتيجة الحمد لله، شوية مرضية يعني مريحة كل شي بمكانه، بس بقت الغرفة بعدني ما مسوية غرفة النوم، الملابس الشتوية والصيفية ما صافيتها والمجرات وهاي السوالف، بس اللي صفيته هسه غرفة التحفيات أخذت من عندي يوم كامل، والمطبخ أخذ يعني هم من عندي نص يوم، لأنه مسح وتنظيف كاونترات ورجعنا الغراض وهيجي. خطية مهم شوية ساعدتني بالمطبخ، لأنه أهم شي المطبخ، بعض الأساسيات هي أهم شي، السنك الكنتور هذني مهمات، الكنتور مال الملابس، السنك على مود واحد يغسل بماعين، الطباخ على مود واحد يطبخ، يعني هاي الشغلات. فالحمد لله يعني يقولوا هسه شغل البيت بقاله يعني 60%، يعني مخلصين من عنده 60%. قلت لكم الأساسيات الحمد لله كملناها، شدينا السبلت والمنكات شنو بالله بعد السخان شدينا ألف الحمد لله والشكر، السنك الغسالة، هاي الشغلات الأساسية أنا هاي أهم شي، هاي لو هاي بتكمل الشغلات النواعم الباقية بتكمل. وغرفة النوم تدرون تفسيخ وتعبتنا يوم كامل نشد بيها زين، فكلش تعبتنا، بس الحمد لله والشكر يعني وصلنا لمرحلة شوية زينة. هسه بقت عندي نواعم غرفة النوم والغرفة التحفيات خلصتها، والمطبخ تقريبا خلص من عندهم هواية، بقى يعني بس ترتيبات ووردة يعني شوي يعني عندي تصفية وهاي السوالف وتنظيف الحياطين بعدني ما مكملته كله. إن شاء الله هم أشارككم التغييرات والترتيبات اللي راح أسويها والتنظيفات أكيد، وبكل خطوة راح أخليكم تشاركوني بإذن الله، وإن شاء الله ما أتأخر عليكم هذا الفيديو، أحاول قدر الإمكان ما أتأخر، بس اللي سألوا علي كلش ممنونة من سؤالكم علي، واللي يقولوا لي وينش بعد أني يعني معذورة، وتدرون يعني الشيلة مو بالشي الهين، أنا ظل عندي بقايا تمن ودجاج وخليت ماي بهاي الطاسة، طبعا خليت أكل للطيور والبزازين. طبعا وصلت لنهاية الفيديو، راح أقول لكم باي باي، إن شاء الله نلتقي فيديو ثاني.